بيبتدي فيلمنا بمجموعة من الصيادين وهم على مركب في وسط البحر، وبيرموا سهامهم على اساس بيصطادوا حورية بحر، ولكن فجأة بيجي ايريك ويسحب منهم السهم ويقول له بص كويس انت بتصطاد ايه، وبيطلع دولفين. قال له البحر خطر النهارده وملك البحر هيقتلنا كلنا لان النهارده اكتمال القمر لازم نرجع، فبياخد كلامهم على انه مجرد اسطورة. وجه القبطان وقال له لازم نرجع، انا مش عايز اقول للملكة ان ابنها مات غرقان ليلة عيد ميلاده، لكنه برضه بيصمم ان هم يكملوا شغل. وبيهيج البحر وبيكون القبطان هيقع من على المركب، وبينقذوا إيريك بس المنظار بتاعه بيقع للقاع في البحر، وبننزل معاه للقاع اللي بيكون فيه حوريات جميلة جدا اللي هم السبع حوريات بنات الملك اللي عندهم اجتماع مع باباهم بمناسبة إن الليلة ليلة اكتمال القمر. ولكن الملك بيكتشف إن بنته أريل مش موجودة، وبيطلب من سبيستن إن هو يدور له عليها ويجيبها له فورا. أريل بقى بتلاقي المنظار وبتكون مهووسة بجمع الحاجات البشرية، وبتدخل لمنطقة كلها سفن غرقانة، وفلوندر كان عمال يحذرها إنها لو دخلت للمنطقة دي هتلاقيها مليانة سمك قرش. وطبعا هي عنيده ومش بتسمع الكلام، وبيدخلوا يتفرجوا على السفن وتجمع الحاجات البشريه زي ما بتعمل دايما، ولكن فجاه بتهجم عليهم سمكه قرش وبيحاولوا ان هم يهربوا منها، لكن السمكه بتكون اقوى منهم بكتير وخلاص كانت هتاكل فلوندر. وبتجري ايريل توقع عليها برميل وبتدخل تستخبى في السفينه قدام مرايه، والسمكه بتدخل وراها وبتهجم عليها، ولكن ده كان انعكاسها اللي في المرايه وقدروا ان هم يهربوا من السمكه. وبترجع لمكانها من تاني وبتسال الطائر صاحبها هي الشوكه دي بيعمل بيها ايه الانسان، قال لها بيستخدموها لشعرهم. وبيجي سبيستن وبيبلغها ان باباها عايزها حالا علشان هي ما حضرتش اجتماع اكتمال القمر، وبتجري بسرعه وبتروح له. وبتظهر عمتها اوتيلا المنبوذه اللي بتكون غيرانه من اجتماع الملك مع بناته، وبتقول انهم عايشين مستمتعين وانها لازم تفسد عليهم اوقاتهم، وان اخيرا هي عرفت نقطه ضعفهم. وبتروح قارن لباباها اللي طبعا بيزعق لها لما بيعرف انها راحت منطقه السفن الغرقانه، وانها دايما بتعرض حياتها للخطر ودماغها ناشفه زي امها. قالت له ما انا بنتها عادي يعني، هو انت ليه مش عاوزنا نطلع للسطح ونقرب من البشر؟ قال لها طول ما انت في مملكتي لازم تطيعي اوامري وبس. وبتروح على مكانها السري اللي بتكون ملياه حاجات بشريه كانها عامله متحف، وباباها بيطلب من سبيستن عشان يراقبها. وفجاه وهي في متحفها بتشوف حاجه زي انوار مختلفه كده، وفضولها بياخدها لسطح البحر، وبيكون الصيادين بيحتفلوا بعيد ميلاد الامير وبيضربوا العاب ناريه، وبتقرب جدا من المركب وبتتفرج على الامير اللي بيرقص مع الصيادين. فبيجي القبطان وبياخده على جنب وبيقول له انت مش زي الصيادين، بلاش تقرب منهم للدرجه دي، بلاش تبقى زيهم، لازم تبقى زي باباك. قال له منعزل ومحبوس في القلعه من 20 سنه، انا كبرت وليا حريتي. قال له انا مسؤول عنك. قال له لكن انا حاسس ان في حاجه في عالم تاني بتناديني. هي طبعا كانت سامعاه ومعجبه بكلامه جدا اللي بيشبه شخصيتها. وفجاه بيلاحظ ان العاصفه بتقوم والموج بيعلى جدا والكل بيجري عشان يلحقوا المركب، ولكن بيتخبط في جبل في وسط البحر وبيقع نار على الخشب والمركب كله بيولع، وكل الصيادين بينطوا في البحر وبيركبوا قوارب النجاه، ولكن الامير بيسمع صوت الكلب بتاعه وسط النار وبيرجع تاني علشان يجيبه، وبيجيبه وبيرميه في البحر، وبتساعده ايريل انه يوصل للقارب. وقبل ما ايريك ينط المركب بيبدا ينهار وبيقع بعيد عن القوارب، وبيغرق ايريك في القاع، وبتجري ايريل علشان تنقذه وهو بيغمى عليه لحد ما بتاخده للشط وبتحاول انها تفوقه. وسبيستن بيقول للطائر انهم مش هيقولوا للملك اللي هي عملته ده، وبتفضل هي تغني له لحد ما بيبدا يفتح عينيه حاجه بسيطه لكنه مش بيشوفها غير خيالاته بس، لكن كان سامع صوتها كويس جدا. الوقت ده بتيجي الجنود اللي بتكون بتدور عليه وبياخدوه جري على القلعه، وهي بتجري تستخبى في البحر. عمتها بتكون فرحانه جدا انها هتقدر بنقطه ضعفها لحب البشر توقع ما بينها وما بين مملكه باباها. وسبيستن بيحاول ان هو يحذرها من قربها للبشر بس هي بتكون مصممه. وبنعرف ان ايريك بقى كويس وبيدور على البنت اللي انقذته عند الشط، وواضح انه بقى مهووس بيها جدا، ولكن مامته بتكون مش مصدقاه وبتقول له ان دي مجرد خيالات من قصر الخبطه، وبترفض ان اي سفينه تنزل للبحر من تاني لان دي سادس واحده والمره دي كان هيموت. وبيتضايق من كلامها جدا وبيسيبها وبيمشي. وبيبدا الحريات يلموا الشبك اللي بيرميه الصيادين في القاع وبيقولوا انهم هيقتلونا. ايريل بتقول لا هم مش كده. اختها قالت لها وعرفتي منين، شفتي حد منهم؟ قالت لها لا. قالت لها لكن انا شفت واحد منهم وهو بيقتل امي قدامي. واضطر وقتها بابا ان هو يطلع لسطح البحر، وجي باباها وقال البشر دول اسوأ مخلوقات ومش بيحترموا قاع البحر. قالت له مش لوحدهم، وتقصد يعني انك لسه مغرق لهم سفينه في القاع يا حاج؟ وسابته ومشيت. فسمع اخواتها وهم بيقولوا انها في السن ده اكيد بتحب وممكن تكون اتعلقت بحد فيهم، فجاب سبيستن علشان يستجوبوا، وطبعا اعترف من قبل ما ياخد قلم حتى. خد وداه على المتحف السري بتاعها، وده اثبات انها مش بس مهووسه بيهم، دي عايشه معاهم. وطبعا عرف انها انقذت ايريك وقال لها كان لازم تسيبيه يموت، دول قتلوا امك. قالت له انت بتحاسب البشر كلهم بغلطه واحد بس؟ ده ايريك طيب جدا انت ما سمعتوش وهو بيتكلم. فبيتضايق عليها جدا وقال لها وعديني انك مش هتقربي لهم تاني. قالت له ما اقدرش اكدب عليك. فتعصب اكتر وبدا يكسر لها في كل المتحف، وهي انهارت وقال لها ما بقاش في خروج تاني ومشي وسابها. وفجاه عمتها ظهرت قدامها في بلوره وقالت لها يا مسكينه هو عصبي جدا. قالت لها انت مين؟ قالت لها عمتك. قالت لها ساحره البحر؟ قالت لها هو باباكي قال لك عني ان انا ساحره؟ قالت لها على العموم انا كنت جايه علشان اساعدك، لو عايزاني تعالي لي.
وطلعت بسرعه جدا عشان تروح لعمتها وشافها سبيستن، لكن هي كانت ماشيه بسرعه جدا وراحت لمكان مرعب فيه نباتات مرعبه وهياكل حوريات وتعابين بحر، مكان كان كله مرعب. وقالت لها ان باباها نفاها في المكان ده علشان ده ظلم، وهي كانت مراقباها من زمان ومش عايزاها تفضل مكبوته كده تحت امر باباها، عايزاها تبقى حره، وانها عارفه ان حلمها انها تعيش وسط البشر وهي هتقدر تساعدها، لان من حسن حظها كان عندها شويه معلومات عن السحر كده، فتقدر انها تخليها انسانه، وده عن طريق تركيبه هتخليها انسانه لمده 3 ايام، وفي اليوم الثالث قبل غروب الشمس لازم يبوسك، ومش اي بوسه، تكون بوسه الحب الحقيقي، وقتها هتكوني انسانه للابد. ولكن ان كل الكلام دوت ما حصلش هترجعي حوريه من تاني وتبقي ملكي انا. لما تتحولي مش هتقدري ان انت تتنفسي تحت الميه، وكمان مش هتعرفي تغني بصوتك الحلو ده، صوتك الحلو ده هيفضل معايا. فخافت جدا وقالت لها لا مش هقدر اعمل كده، فاتضايقت وبدات تعمل السحر بتاعها وتسحب صوتها وحولتها لانسان وطلعتها على سطح البحر، وقالت انها حطت لها حاجه زياده في التعويذه علشان تنسى حوار البوسه ده، يعني هي كده كده هتكون ملكها في اقرب وقت. وبيحاول سبيستن يساعدها لحد ما صياد بيرمي شبكته وبتطلع فيها، بيروح الصياد علشان يجيب لها هدوم تلبسها، وبتحاول انها تقف على رجليها لكن ما بتعرفش، ويجي الصياد غطاها وقال لها هوديكي للقلعه يشوفوا هيعملوا معاكي ايه. وطول الطريق كانت منبهره من كل حاجه حواليها، ووداها للقلعه وبداوا يجهزوها، وهي كانت هتموت من الفرحه انهم بيقولوا ان هو بيدور عن البنت اللي انقذته، ولكن بتتصدم لما بيشوفها ومش بيعرفها، وخصوصا لما بتكون كمان مش بتتكلم، لانه لما فاق كانت بتغني له. وقتها فهمت ان صوتها اللي دفعته ثمن لوصولها ليه كان سبب انه ما يعرفهاش اصلا، وخافت جدا تكون خسرت كل حاجه. وسبيستن بيقول لها ان هو هيحاول يساعدها، المهم ما تنساش حوار البوسه، وبيعرف انها مش فاكره حاجه اصلا، وبتنزل تتمشى في القلعه لحد ما بتوصل لاوضه الامير، فبيقول لها ايه اللي جابك لهنا؟ ما حدش ابدا بيجي هنا، دي اوضه بجمع فيها حاجات من وجهه نظر اللي حواليا ملهاش اي قيمه. وخدت منه صخره وكسرتها وطلع جواها حجر كريم، وهو كان مندهش وقال انه ما كانش يعرف ابدا، وبدا يوريها حاجات كتير عنده. ولاحظ القبطان ان هو مبسوط معاها وسمح له ان هو يخرج من القصر، مع ان الملكه كانت رافضه ده، وخرجوا وكانت مبسوطه جدا معاه. قضوا اليوم كله مع بعض، وهم مروحين جه الطائر خطف منه الطاقيه بتاعته ورماها في قارب، وفضلوا يجروا لحد ما وصلوا للقارب ده. ولاحظ الامير انها مستغرباه، فركبها وفضل يفسحها في البحر، وقال لها تعرفي ان انا ما اعرفش اسمك؟ فشاورت له على نجمه في السماء وكان اسمها ايريس، وفضلت تعلمه لحد ما نطق اسمها صح. والطبيعه كانت عامله لهم جو كله سحر ورومانسيه علشان يقدر يبوسها، ولسه هيقرب منها راح هوب المركب اتقلب بيهم، واللي عمل كده كان تعبين عمتها وكانت هتتجنن من قربه ليها، قررت تعمل تعويذه يخلي باباها يلاحظ غيابها ويتجنن عليها، وفعلا ده اللي حصل، وامر الكل انه يدور عليها. ورجعت ارل مع الامير للبيت، والقبطان قال له نوقف بحث عن البنت اللي انقذتك لاني شايف ان انت احسن دلوقتي. قال له انا فعلا احسن. قال له ما تكتمش اي حاجه جواك، ولو حاسس باي حاجه قول، وسيبه علشان ينام. فبيروح يقعد عند المكان اللي قابلها فيه لاول مره، ففضل يسمع صوت غناها في كل مكان، وبيشوف بنت جميله قاعده على الشط. وتاني يوم الطائر بيجي يصحي ارل وبيقول لها ان البلد كلها بتقول ان الامير خلاص اختار اللي هيتجوزها، وبتنزل وهي فرحانه، ولكن بتتصدم لما بتشوف واحده واقفه مع الامير وبيقول لامه انه مدين ليها بحياته وانه لازم يتجوزها. وبتختفي ايرل والطائر سبيستن بيدوروا عليها، والطائر بيسمع صوت ايرل وهي بتغني وبيجري يدور عليها، لكنه لقى السلسله اللي فيها صوتها وشاف البنت الجميله دي واقفه قدام المرايه، وانعكاسها في المرايه كان عمت ايرل، وبيعرف الحقيقه، فبيجري يقول لها على كل اللي شافه وان الامير مخدوع ومسحور، واصلا الامير كان هو كمان بيدور عليها، وبيقول للقبطان انه مش عارف هو عاوز ايه ولا حاسس بايه. مامته بتديله خاتم وبتقول له ان ده ورث للعيله ولازم يديه لعروسته، ولكن قبل ما يلبسه لها الطائر بيجي وبيزقه، والقبطان بيشوف الخاتم وبيزقه هو كمان برجليه وبيبعده، وبتيجي ايرل تجري وتهجم عليها وتخطف السلسله منها وترميها في الارض تكسرها، وبيرجع لايرل صوتها من تاني، وبيعرف الامير انها هي اللي انقذته، وبيقرب علشان يبوسها، فبتحولها الساحره الحوريه من تاني، وهي كمان بترجع لشكلها القديم، وبتاخد ايرل وبتنزل للبحر، وبتقول لها كان قدامك 3 ايام علشان يبوسك فيهم كده انت بتاعتي. وجي الملك وقال لها سيبيها تمشي. قالت له احنا عقدنا صفقه بالدم وما تقدرش تكسرها. قال لها عايزه منها ايه؟ قالت له عايزاك انت، عايزاك تعاني زي ما خلتني اعاني طول السنين اللي فاتت، ولو عايزها بدلني بعصايه الملك. وبتصعب عليه بنته وبيديها العصايه، وبيبداوا يكتفوه وبيسحبوه كل قوته منه، وما بتقدرش ايرل انها تعمل حاجه لباباها. وفجاه بيجي ايريك وبيحاول ان هو يساعدهم، وبتحاول تصعقه بالعصايه فبتصعق التعبيد بتاعتها، وايرل بتحاول انها تبعد ايريك عن البحر عشان الساحره هتقتله، لكنه بيقول لها انه مش هيسيبها ابدا. وبتعمل الساحره دوامه كبيره وبتفضل تحاربهم وتحاول تغرق ايريك، وبتكون خلاص هتقتله، بس ايرل بتطلع على السفينه وبتقدر انها تلفها وتوجهها ناحيه الساحره، والشراع بيدخل في بطنها وبيقتلها، وبتقدر تنقذ ايريك وكمان باباها، وبترجع له قوته من تاني. قال لها عملتي كل ده عشاني؟ قالت له مش لوحدي. قال لها المهم انك بخير ايا كان انت بتنتمي لمين.
إيريك بيطلع على الشط وبيطلب سفينة من مامته، لكن مامته قالت له بعد ما تاخد السفينة، قال لها عندك حق، كل ده كان مجرد خيال. قالت له لأ، أنا بقيت مؤمنة إنه حقيقة، بس ده حب استحالة يكمل. وإيريك كانت حزينة جدا عليه، وباباها بيلاحظ حزنها ده وبيقرر إن هو يحولها البشرية. وبترجع إيرين للقلعة، وأول ما الأمير بيشوفها بياخدها في حضنه، وأخيرا بيتجوزوا والكل بيفرح لهم، وحريات وبشريين، ويكونوا كلهم مع بعض.